يقول: يا شيخ، أنا أعاني من القولون العصبي، يسبب لي وساوس كثيرة، وأعاني كثيرا حتى إن ذاكرتي تصاب بالنسيان. إذا قرأت كتابا في العقيدة انقلب مزاجي، أصبح بفهم غير الفهم الصحيح. أنا في حرب ضروس في المنام واليقظة بالكوابيس. أخوي أمين، بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يكتب لك الشفاء العاجل والعافية التامة، كما أسأل جل وعلا أن يجعل ما أصابك كفارة ورفع درجة وعلو منزلة. ثانيا، أنا أبشرك بخير، وأن هذا المرض وهذا الابتلاء هو رفعة في درجتك وعلو في منزلتك وتكفير لسيئاتك وتعظيم لحسناتك. وقد أخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ينزل عليه الوحي، وأن ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاك وإلا كفر الله عنه بها خطاياه. المسألة الثالثة أخي الفاضل، أنت لك قدوة وأسوة، منهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فما من نبي إلا ابتلي، ومن جملة الابتلاءات عند بعض الأنبياء المرض، مثل أيوب عليه السلام، ونبينا عليه الصلاة والسلام مرض مرضا شديدا، حتى إنه كان الصحابة يتعجبون من شدة الحمى التي يتعرض لها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنت تأتسي بالأنبياء وبنبينا عليه الصلاة والسلام. المسألة الأخرى، أنا يعني أنبهك إلى أن لا تشتكي إلى أحد، وإنما تشتكي إلى الله، لأن من الناس من يشتكي الله عز وجل إلى خلقه ويتحدث بمرضه وألمه كثيرا، وكأنه يشكو من يرحم إلى من لا يرحم. لا، كن قريب من الله عز وجل، واستثمر هذا المرض، استثمره في القرب من الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل أحبك فابتلاك لتكون قريبا منه سبحانه وتعالى. فكثير من الأشياء التي يكرهها الإنسان هي في طياتها منح وخير للإنسان، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فاحرص بارك الله فيك على أن تكون قريب من الله، فرصة لك تكثر من الدعاء والذكر وطلب العلم والتأله والتنسك لله عز وجل بالمشروع. بارك الله فيك. المسألة الأخرى فيما يتعلق بالكوابيس التي ذكرت، أخي الفاضل، أنا قرأت في هذا ولا أريد أن أخذ دور الأطباء، أن بعض الأدوية التي يتناولها بعض المرضى، خاصة اللي فيها يعني في الأمراض اللي فيها نوع الأمراض العصبية سواء في القولون أو غيره، تسبب مثل هذا الشيء. فأنت تحتاج أن تراجع الطبيب ليغير لك الأدوية، أو ليعطيك برنامج مثلا في مسألة تغيير فترات الأدوية. وهذا شكالي كثير من الناس قالوا بأن يصابون بمثل هذا، لأن بعض الأدوية سبحان الله العظيم يعني تضرب في الجهاز العصبي، وربما تؤثر على يعني مسألة النوم، فيحصل عند الإنسان شيء من الكوابيس ويرى أشياء غريبة، فهذا قد يكون سببه الأدوية. فأنت تراجع الطبيب، وأنصحك بالرقية الشرعية على الدوام وعلى الاستمرار. عليك بالرقية الشرعية بارك الله فيك، وسورة الفاتحة هذه سماها النبي عليه الصلاة والسلام رقية، والقواقل كذلك. واحرص بارك الله فيك على أن تقرأ في سيرة الصحابة، طبعا قبل ذلك في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، في سيرة الصحابة، في سير العلماء. سبحان الله العظيم، أحيانا بعض الناس هؤلاء الذين يبتلون بالقولون العصبي، يبتلون يعني التغير في المزاج، سبب ذلك أنهم ما فهموا يعني الدنيا، وما فهموا الحياة، ولم يقفوا على قمتها وحقيقتها، وإنما يعني تستبزهم مواقف تافهة، وربما سببت لهم أمراض عقد نفسية وأمراض وآلام لأمر تافه جدا ما يستحق أن الإنسان يقف عنده، فضلا أنه والله يعطيه مثل هذا الاهتمام. ذلك الإنسان يعني لما يقرأ في سيرة السلف الصالح يعني حقيقة يعيش أو يتجول في روضة من الرياض، في يعني جنة من الجنان، في أخلاقهم وآدابهم وتعاملهم، وكيف أن الدنيا وضعوها في أيديهم، ما وضعوها في قلوبهم، وضعوها في أيديهم. الدنيا ما أدخلوها إلى قلوبهم، وضعوها في أيديهم. ويقول الحسن: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فارمها في نحره، فارمها في نحره. النبي عليه الصلاة والسلام يعني هديه لما يرى أن الصحابة أحيانا قد تميل أنفسهم إلى الدنيا، يردهم إلى الطريق الصواب، إلى الطريق الصواب. ولما يرى بأنهم تركوا الدنيا يرجعهم إلى الطريق الصواب. وهذا يتأمل الإنسان باستقراء أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك مرة في السوق مر على جدي أسك ميت، يعني هو صغير الغنم معيب، فقال: من يشتري هذا بدرهم؟ قال: والله يا رسول الله بدرهمين. قالوا: يا رسول الله لو كان حيا ما اشتريناه بدرهم، كيف هو ميت؟
فقال والله للدنيا أهون على الله منها. فلذلك يا أخي الفاضل بارك الله فيك، لا أحب أن أطيل، لكن عليك أن تفهم حقيقة الدنيا وأن تتعامل بمثل هذا الوضع. الله عز وجل طلب منا أن نعمر الدنيا، لكن أن يكون سعينا للآخرة، أن يكون سعينا للآخرة. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فالإنسان يتعامل باعتدال وتوازن. أغلب الأمراض وأغلب المشاكل الموجودة عند كثير من الناس هذا الارتكاس المادي الخطير، هذا الإخلاد إلى الأرض، هذا الحالة اللي أنت أحيانا لما ترى بعض الناس يخيل إليك بأن هذا مسكين يعيش في وضعية وفي حالة يعتقد بأنه سيعيش مخلد في هذه الدنيا، ولذلك يعطي الأشياء التافهة اهتمامات والله ما تستحق أن الإنسان يقف عندها مجرد وقوف، وهي لا تسوي شيء. وربما يفرط في أشياء يجب عليه أن يقف عندها فيما يتعلق بحق الله، فيما يتعلق بالدار الآخرة، لكن للأسف ما يقف عندها وإنما يهملها. أسأل الله تعالى أن يمن